اتخنتي قبل كده؟ كم مرة؟ كتير. واو. طب احكي لي. لا مش عايزة احكي. من الحلقة عن الخيانة لازم اعرف. ما هو مش لازم تبقى عني انا لما اتخنت يعني أوكي. ممكن نتكلم في المطلق. اوكي. طب ده من فترة قد ايه بس الخيانة دي حصلت؟ من فترة. قد ايه؟ مش لازم اقول قد ايه. اوكي. ولما الخيانة دي حصلت بأني نوع من الانواع اللي اعتبرناها خيانة هنا؟ كان بيبص على واحدة تانية كذا مرة؟ اكيد لا يعني. لا شفتي ولا حاجة تاني انا ما اعرفش بقى. هو لازم اتكلم في السبب، لازم انا اقول السبب. ما عشان كده قلت لك احنا دي حلقة الخيانة فلازم نتكلم فيها على فانت نفدت بجلدك وقلت انا ولا مرة اتخنت فخلاص انت مش هتجاوب على اي سؤال. I think yes. دلوقتي بقيت انا لازم اجاوب علشان انتوا بتخونوا. انا ما قلتش كده. انا ده فاكت. انا فعلا ما اتخنتش يعني. انا مش بقول كده عشان اخبي. هو انت ما عرفتش انك اتخنت. لا ده اعتقاد خاطئ ممكن انتي تقوليه لما انا اقول لك ان انا ما اتخنتش، بس فعلا ده ما حصلش. ويمكن انت ما قفشتش الشخص. لا. بس ممكن تكون وقعت ضحية الخيانة. لو رجعنا للحلقة اللي فاتت بتاعت الديت. اول مرة ديت، ايوه هتلاقيني قلت ان انا اصلا بنهي العلاقة بدري لو حسيت بس، شوفي لو حسيت بس دي ان فيها كذب. فانا اصلا بقفل كل البيبان المؤدية لأي شكل من أشكال اللعب دي من البداية. فما فيش احتمال يعني. أنا مش بتساهل في الحاجات اللي من النوع ده. كذب يعني حركات بتبقى واضحة جدا. فمن بدري early stage جدا يعني أنت تفتكر إنه المبررات اللي إحنا بنحطها للأشخاص اللي بنقابلهم هي اللي بتخلينا إحنا نكون عرضة وارد للخيانة؟ أعتقد كده. تساهلات ومبررات وتحليلات جاي من تفكير زيادة ممكن يؤدي إلى إن ده يبقى ليه عواقب في المستقبل. فعلا تكون سببها إنك تساهلت في الأول. يمكن الستات هم الأكتر في إن هم بيدوا مبررات على فكرة. ده حقيقي. عشان كده هم بيتخانقوا أكتر. ما هي الفكرة إيه؟ إنه الست لما بتشوف شخص يعني متماشي مع متطلبات معينة، مش لازم تكون الليستة كلها متحققة في الشخص ده، بس نقدر نقول إنه مثلا 5 من 8 موجودين في الشخص. أوقات بيخليها تتجاهل ال3 نقط دول، ممكن تكون نقطة منهم مهمة جوهرية زي نقطة الكذب، أو إنها تبدأ تديله مبررات إنه إذا كذب في مرتبه، كذب في سنه، كذب في حالته الاجتماعية، مش مشكلة، يمكن محرج، يمكن حاسس بحساسية، بس انت قريتها انه ده ممكن يؤدي للخيانة بعد كده. انا ما قريتش. انا فهمت قصدي كويس. وفي الحالة دي انا ما قريتش الموضوع من ناحية تبرير الحالة نفسها قد ما ان هو ما قالش الحقيقة. صحيح. يعني انا كمان حتى في الموقف نفسه برجعه لأصله. يعني مش للحالة او مش للكيس بكيس. انا بشوف الروت او الاساس كان ايه. الاساس ان في كذب، فده لو حصل هنا فمحتمل يحصل في حاجة تانية. that's the case يعني. فلو سألتيني اتخنت قبل كده لا بدري اي حاجة فيها شكل من اشكال الاحتمالات دي بقفلها عشان انا بحب الوضوح. هي دي الفكرة. وهو اريح بكتير ان الحاجة تبقى يعني ان الموضوع يبقى واضح يعني. عايز تسألني تاني عن حاجة؟ طبعا. تفتكري ليه الرجالة بيخونوا اكتر من الستات؟ بيجري في دمهم. هو اللي بيجري في دمهم الخيانة. ايوه عشان الست عملت له ايه فخانها. هو مش لازم تكون الست عملت له حاجة عشان يخونها. انا لو قلت حاجة ليها علاقة بالموضوع ده فانا مش قصدي كل الستات لكن اعتقد ان معظم الرجالة اللي بتخون بيكون سبب الخيانة الستات. برضو مصمم. انا مش مصمم. انا بقول مش كلهم يعني. مش كلهم. طب خليني أسألك. خليني أنا بقى أسألك من السؤال ده سؤال. هو إيه اللي الستات بتعمله يخلي رجالة تخونهم؟ بتقلل اهتمامها بالراجل أعتقد. لأن الراجل مش محتاج حاجة غير إن هو واحدة ست تهتم بيه. طب لو كانت ست بتهتم براجل 24 ساعة في 24 ساعة
وبرضه بيخون. يبقى ده too much care. يعني اهتمت زيادة مش عاجب. ما هو بقى قللت اهتمام مش عاجب. ممكن تقولي ايه هو الاهتمام الكافي؟ الاهتمام الكافي ايوه هو الاهتمام المطلوب. يعني ايه؟ يعني ودوخيني يا لمونة بقى، وهاتي جملة من الراجل تفهمي فيها هو عايزك تهتمي بيه ازاي. لو انت كنت مهتمة كنت عرفتي. الاهتمام ما بيطلبش يا محمد. بالظبط. اوكي. هي دي الفكرة. يعني اذا اتصلت بيه كتير it's too much، اذا ما اتصلتش بيه خالص في واحدة تانية كلمتني واهتمت بيا اكتر. هي المفروض تتصل بيا في الوقت اللي انا فيه محتاجها بس تتصل بيا. وهي تعرف ازاي؟ لما تعرف بقى. تعرف ازاي؟ يعني لما تحس، لما يعني شفتوا ان انتوا مش مفهومين. انا ما بقولش الكلام ده، الكلام اللي انا بقوله ده انا بهزر، لكن فعلا انا يعني الكلام اللي بقوله ده فعلا بهزر، بس هي الفكرة كلها ان الموضوع بيبقى موزون بحكمة. أوكي. لازم هي يكون عندها فعلا، انا مش بتكلم برضو عليها هي، انا بتكلم عليها وعليه. لازم يكون في حكمة في الموضوع، لازم يكون في سنس كده يبان فيه امتى ده يكون كتير قوي وامتى ده يكون قليل قوي، عشان يبقى الموضوع معتدل. ده الحقيقي يعني. انا معاك في النقطة دي، بس هي الفكرة انه نقدر نقول من البداية ممكن يكون عدم يعني تشابه. بالظبط. فمفهومه عن الاهتمام غير مفهومها عن الاهتمام. بالظبط. فده ممكن يبقى ضغط عليه وهي شايفة انها كده بتعمل اللي عليها، او تبقى هي ما بتهتمش بالقدر الكافي وهو شايف ان ده تقصير. فمن البداية التفاهم او الكلام ما بين الطرفين هو اللي ممكن يوصلنا بالمناسبة للخيانة. انه في حاجة معينة انت حاسسها مني او عايزها مني وما بتحكيها ليش، او انا مستنية حاجة من الشخص اللي قدامي وما بقولوش ان انا مستنياها، وبعديها بتبدأ تحصل توقعات سواء كانت ايجابية او سلبية. الشخص ده خذلني، الشخص ده ما كانش موجود، وفي شخص تاني يهتم بيا. هنا بنبدأ ندور على الاختيارات. لما بقى السؤال هنا ايه الحاجات اللي لما الراجل يعملها الست تبتدي تشك فيه ان هو كده بيخونها؟ اختفاء، يختفي، يبقى مشغول، عنده شغل، مكالمات غريبة، ارقام مش متسيفة، ثواني هرد على التليفون ويطلع برا، يقعد برا البيت او وهم قاعدين مع بعض يقل الوقت اللي هم بيتقابلوا فيه. فالاختفاء مؤشر. أوكي. وانه يقل في الاهتمام كمان مؤشر. ماشي، بس الاختفاء ده ما اقدرش اعتبره انديكيشن على الخيانة. ما هو الاختفاء مقارنة بالوضع الاساسي. يعني اذا هو بيقابلها 4 ساعات يوميا تمام، وفجأة ال4 ساعات دول بقوا ساعة، ده كده اختفاء؟ لا. جاله شغل كتير. مين قال؟ هو بيقول. لا. انا بقول لك هو جالي شغل فجأة. اذا في تمهيد يعني خلاص يعني انت لما امهد قبلها يعني، بس مش اكتر. والله انا حاسه ان البنات هتكرهني بسبب الموضوع ده. ليه؟ علشان انا بقول الحاجات اللي ممكن تساعدكم ان انتوا تعرفوا تتعاملوا مع الموضوع. ما انت فاكراني سألت السؤال ده من فراغ؟ ما انا اساله عشان نفهم يعني. عامه ما تخافش، البنات ما بتغلبش. ما بنغلبش. بتعرف منين تاني؟ بنعرف. ما هو في حاسه بقى. أيوة. شفتي قلناها في نفس الحاسه. الله ينور عليك. الحاسه السادسه دي بقى هي اللي بتخلي الست. انا بقى جاي الحلقه دي عشان ادور على الحاسه دي. على فكره مش تعرف تمسكها. ليه بقى؟ لان الست ممكن لو بصت في عين الراجل تعرف اذا كان بيخونها ولا لا. حتى لو هو اقنع طوب الارض انه بيموت فيها، اذا هي حست من جواها بالنظره. هي سيبك من الجزء الاولاني اللي انا اتكلمت فيه عن انه بيختفي، بيقل الاهتمام، كل دي حاجات ملموسة. بس الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرش يخبيها عينيه. اللي بيغلط يا محمود ما بيعرفش يبص في عين الشخص اللي غلطان في حقه. اوكي. قليلين قوي اللي عندهم المهارة انهم يقدروا يبصوا في عينك وهم عارفين انهم غلطانين. اوكي. متفق معاكي بده. اذا هو فعلا لو بيحبها او في حب مسبق، الموضوع ده مش هو اعتقد هو مش هيقدر يعمل ده. مظبوط. عشان كده بالدراسات اللي بيخونوا 60% منهم بيتقفشوا في أول أسبوع. يا هم اللي بيجوا يعترفوا يا إما بيتقفشوا في أول أسبوع. بعديها النسبة بتروح ما بين 2 ل6 شهور. بس متخيل إنه 60% هم اللي بيجوا يعترفوا. ليه؟ لأنه أنت حاسس إنك بتعمل حاجة غلط، سواء كان راجل أو ست.
انت حاسس انه في حاجة غلط في حق الشخص اللي قدامك، مش هتقدر تعمل معاه اي كونتاكت، مش هتقدر تبص في عينه. متفق جدا يعني. مش هتقدر تتعامل معاه بالشفافية اللي انت كنت بتتعامل بيه معاها من البداية. فهي مسألة وقت، الخيانة مسألة وقت. وهتتعرف، هيتكشف مهما طال الوقت، هيتكشف.